مراجعة الموضوع الأول: التفكير الإنساني. أول حاجة، مفهوم التفكير. طب إيه التعريف؟ هو الهبة التي منحها الله للإنسان وفضله بذلك على سائر الكائنات الحية. طب درسنا كيف تتم عملية التفكير. عندما يتعرض الفرد لمواقف ومثيرات يتم استقبالها من خلال الحواس، فيمارس المخ الأنشطة الذهنية الغير مرئية. واداك المثال، يتعرض الفرد للمواقف أو المثيرات زي رنين الهاتف، يتم استقبالها من خلال الحواس زي حاسة السمع. يمارس المخ الأنشطة الذهنية الغير مرئية زي الانتباه والإدراك. ودرسنا بعض الحالات والمواقف التي تثير النشاط العقلي للإنسان. أول حاجة، تنظيم التفكير. عندما نجد فردا متفوقا في دراسته قادرا على مناقشة الآخرين نصفه بأنه منظم التفكير. يعني إيه؟ الشخص اللي بيستطيع يحدد ويرتب أفكاره. وقلنا المثال، الطالب الذي يقوم بعمل جدول للمذاكرة، ده إيه؟ منظم للتفكير. تاني حاجة، تذكر الماضي. عندما يتذكر الفرد ما تعلمه أو ما حدث له من خبرات في الماضي. وقلنا المثال، عندما تقابل إحدى الجيران بعد انتقالك بفترة فتذكرته، ده إيه؟ تذكر للماضي. ثالث حاجة، التخطيط للمستقبل. عندما ينظر الفرد إلى مستقبله الدراسي والمهني ويحدد أهدافه ويضع خطة لحياته. وقلنا المثال بتاع عندما تصبح إعلامي شهير فتلتحق بكلية الإعلام وتعمل على تثقيف نفسك، ده إيه؟ تخطيط للمستقبل. آخر حاجة، حل المشكلات. عندما يحاول الفرد أو المجموعة حل أي مشكلة. تاني، بعض الحالات والمواقف التي تثير النشاط العقلي للإنسان: منظم التفكير، خبرات في الماضي، تخطيط للمستقبل، حل المشكلات. خصائص التفكير الإنساني. أول حاجة، نشاط عقلي إنساني، اللي بيقول لا يعتمد على إحساس الفرد وإدراكه فقط، بل على معلوماته وخبراته السابقة. وقلنا المثال، طالب الثانوية العامة في اختيار الشعبة لا يعتمد على إحساسه فقط، بل على معلوماته وخبراته السابقة في دراسة المواد العلمية أو الأدبية. يعني نشاط عقلي إنساني بيعتمد على إيه؟ على معلوماته وخبراته السابقة. تاني حاجة، إدراك للقوانين العامة للموجودات. الإنسان يجب أن يكون مدرك للقوانين، زي الكهربائي اللي بيقف على كرسي خشبي لأنه مدرك إن الخشب يمنع توصيل الكهرباء. تالت حاجة، يعبر عنه في شكل لفظي ورمزي. يعني إيه؟ يعني الفكرة واللغة وجهان لعملة واحدة. وقلنا المثال، الشاعر يعبر عما يدور في عقله من خلال القصائد. يعني الشاعر بيعبر عن الفكرة عن طريق اللغة، تبقى الفكرة واللغة وجهان لعملة واحدة. رابع حاجة، يرتبط ارتباطا وثيقا بالنشاط العملي للإنسان. يعني تطبيق الفكرة بالنشاط العملي الاجتماعي. زي مثال، يلتحق الطالب بكلية التربية الرياضية، بيعمل إيه؟ يذهب إلى صالات الألعاب الرياضية ليحصل على لياقة بدنية. كده بيعمل إيه؟ بيطبق الفكرة. علشان يلتحق بكلية التربية الرياضية بيذهب إلى صالات الألعاب الرياضية. يبقى كده بيطبق الفكرة بالنشاط العملي الاجتماعي. آخر حاجة، يدل على خصائص الشخصية. بنعرف الشخص عن طريق كلامه، سواء كان الشخصية قوية أو ضعيفة أو متزنة أو مضطربة.
أهمية التفكير الإنساني. أول حاجة المنفعة العملية للفرد. يساعد، مين اللي بيساعد التفكير الجيد؟ الفرد على خوض مجال التنافس، اللي هو مثلا الطالب اللي بيشارك في مسابقة ليحصل على المركز الأول. طب ليه؟ عشان يخوض مجال التنافس. تاني حاجة المنفعة العامة، بتساعد الأفراد مش الفرد على إصدار الأحكام وحل المشكلات. تالت حاجة الصحة النفسية، تساعد الفرد على التكيف مع الأحداث والمتغيرات فيشعر بالراحة النفسية. آخر حاجة القدرة على التحليل والتقويم والنقد، مهارات لحل أي مشكلة سواء كان التحليل أو التقويم أو النقد. تاني أهمية التفكير الإنساني، أول حاجة المنفعة العملية للفرد اللي هي خوض مجال التنافس. المنفعة العامة تساعد الأفراد على إصدار الأحكام وحل المشكلات. الصحة النفسية تساعد الفرد على التكيف مع الأحداث والمتغيرات فيشعر بالراحة النفسية. آخر حاجة القدرة على التحليل والتقويم والنقد، مهارات لحل أي مشكلة سواء كان التحليل أو التقويم أو النقد. أساليب التفكير الإنساني. أول حاجة الأسلوب الخرافي أو الأسلوب الغير منطقي، نمط التفكير الذي يستند فيه الإنسان إلى أسباب غير صحيحة أو ساذجة. وقلنا المثال الوصفات لعلاج بعض الأمراض أو الأحجبة لحل بعض المشكلات الواقعية أو الوهمية. ده إيه؟ أسلوب ساذج، أسلوب خرافي. تاني حاجة الأسلوب الديني. طب إيه تعريفه؟ يرتبط بالنظر في القدرة الإلهية في خلق الكون بكل ما فيه ومن فيه. وقلنا المثال تتابع الليل والنهار وخلق الأرحام. تاني يرتبط بالنظر في القدرة الإلهية في خلق الكون بكل ما فيه ومن فيه. ده أسلوب ديني. وقلنا المثال تتابع الليل والنهار وخلق الأرحام. تالت حاجة الأسلوب العلمي أو التجريبي، يبحث عن العلل القريبة المباشرة للظاهرة. طب مين اللي بيستخدم الأسلوب العلمي؟ العلماء. طب ليه؟ لمعرفة أسباب وظهور الأمراض وكيفية القضاء عليها. يبقى الأسلوب العلمي التجريبي يبحث عن العلل القريبة المباشرة للظاهرة وبيستخدمه العلماء. رابع حاجة الأسلوب الفلسفي. طب إيه تعريفه؟ يتميز بالنزعة العقلية التأملية ويبحث عن العلل البعيدة للظاهرة اللي هو عكس الأسلوب العلمي. وقلنا المثال بتاع النباتات، لا يهتم الفيلسوف بالأسباب المباشرة لنمو النباتات بل يبحث عن المبادئ العامة. بعد كده الأسلوب الإبداعي، يقود إلى إنتاج يتصف بالجدة والأصالة والقيمة من أجل مصلحة الفرد والمجتمع. أي اختراع، أي اكتشاف، أي إبداع هو أسلوب إبداعي. وقلنا لا يقتصر الأسلوب الإبداعي على العلماء أو الأدباء، ممكن أي حد يعمل أسلوب إبداعي. تاني أساليب التفكير الإنساني الأسلوب الخرافي اللي هو الساذج، وبعدين الأسلوب الديني، الأسلوب العلمي اللي هو التجريبي، الأسلوب الفلسفي، والأسلوب الإبداعي. عوامل الوقوع في أخطاء التفكير. أول حاجة العوامل الذاتية، تغليب العاطفة على العقل. وقلنا التعريف العاطفة اللي هي الحب أو الكراهية إذا تملكت من شخص ما إما أن تصطدم مع العقل أو يبرر صاحبها عاطفته بتبريرات معقولة. وقلنا الإنسان عندما يقع في مشكلة يا إما يحلها عن طريق العقل أو العاطفة. وقلنا المثال عندما سمعت إحدى الفتيات
أخيها الصغير يكذب على والديها ولم تخبرهما خوفا من تعرضه للعقاب. هنا الفتاة حلت المشكلة عن طريق العقل ولا عن طريق العاطفة؟ عن طريق العاطفة، خافت على أخوها إن يتعرض للعقاب، يبقى عملت إيه؟ تغليب العاطفة على العقل. تاني حاجة القابلية للاستهواء. التعريف: سرعة تصديق ما يقول الآخرين دون نقد أو تمحيص. بسبب الاستهواء تنتشر الشائعات والخرافات. تاني، سرعة تصديق ما يقول الآخرين دون نقد أو تمحيص. أي حد بيقول لك أي حاجة بصدقها. وقلنا المثال: تصديق بأن تناول الوجبات الصحية بأي كمية لا تزيد الوزن، وطبعا شيء مستحيل. طب ده ليه؟ لأنه عنده قابلية للاستهواء، أي حد بيقول له أي حاجة بيصدقها. تعني سرعة تصديق ما يقول الآخرين دون نقد أو تمحيص، وبسبب الاستهواء تنتشر الشائعات والخرافات. ثالث حاجة التسرع في الحكم. التعريف: يقع الفرد في أخطاء التفكير عندما يصدر أحكام متسرعة غير مدروسة. وقلنا المثال: أقر طالب بأن امتحان اللغة العربية سهل بعد قراءة السؤال الأول فقط، رغم وجود العديد من الأسئلة التي تتناول المستويات العليا. هنا الطالب قرأ بس السؤال الأولاني، يبقى عنده إيه؟ تسرع في الحكم، اللي هو يقع الفرد في أخطاء التفكير عندما يصدر أحكام متسرعة غير مدروسة. آخر حاجة التعصب والتطرف. طب إيه تعريف التعصب؟ الانحياز بشدة لفكرة واحدة دون سواها، يعني حب شيء زيادة عن اللزوم. التطرف: المغالاة والإفراط في تقدير الأفكار والمواقف. ده مش متقبل الإنسان، ده ممكن يؤذي الإنسان نفسه. يبقى تعريف التعصب: الانحياز بشدة لفكرة واحدة دون سواها. تعريف التطرف: المغالاة والإفراط في تقدير الأفكار والمواقف. تاني حاجة العوامل الموضوعية. عدم الدقة في استخدام اللغة. التعريف: يعبر الإنسان عن فكرة باستخدام اللغة التي لا تكون دائما واضحة. طب ده ليه؟ لأن الألفاظ ممكن تحمل أكتر من معنى، زي الجبن بيحمل اسم طعام أو إنسان جبان. تاني حاجة بعض الألفاظ التي لا تدل على شيء في الواقع، زي الغول، العنقاء. يبقى عدم الدقة في استخدام اللغة. طب ده ليه؟ لأنها لا تكون دائما واضحة، لأن الألفاظ بتحمل أكتر من معنى. تاني حاجة بعض الألفاظ التي لا تدل على شيء في الواقع، زي الغول والعنقاء. بعد كده نقص المعلومات. بيقول لك يعد نقص المعلومات من أهم المشكلات التي تعوق وصول الإنسان إلى التفكير السليم. واداك المثال: التحقت بإحدى الكليات دون معرفة أقسامها وطبيعتها، فرسبت في العام الأول. طالب دخل الكلية وهو مش عارف ولا أقسامها ولا عارف حاجة عنها، إيه اللي هيحصل؟ مش هينجح. طب ده ليه؟ لأنه عنده نقص في المعلومات، نقص المعلومات عن الكلية، اللي هو من أهم المشكلات التي تعوق وصول الإنسان إلى التفكير السليم. ثالث حاجة الهيمنة. التعريف: تقبل رأي شخص له نفوذ وتأثير عليك في أي مجال دون مناقشة، يعني الشخص اللي عنده سلطة وعنده نفوذ. واداك المثال: أجبر صاحب شركة العاملين على تنفيذ أوامره رغم أنها تضر بالشركة ضرر بالغ. هنا صاحب الشركة عنده إيه؟ عنده سلطة وعنده نفوذ، أجبر العاملين على تنفيذ أوامره. يبقى إيه؟ الهيمنة والسيطرة. آخر حاجة صعوبة المشكلة. إمتى المشكلة تكون صعبة؟ عندما تفوق المستوى العقلي والمعرفي للشخص. لذلك لا بد أن تتناسب مستوى المشكلة مع قدرات الفرد،
واداك المثال اختيار طالب امين للفصل وهو ما عندوش مهارات قياده، يبقى عنده ايه؟ صعوبه مشكله، لانها تفوق المستوى العقلي والمعرفي للشخص.